السلام عليكم خوخاتي، كي راكم دايرين؟ قبل كل شيء نبداو الفيديو تاعنا كيما ما يعرف بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كي راكم دايرين خوخاتي؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. على بالي طولت عليكم، يعني ما راهاش باينه البروغرام، ما راهش كاع باين. شوالا كنت نسيبريمي واحد لي فيديو كاعكم عارفين الميموار تاع التليفون مي تتعمر. شفت بلي راني مصوره شحال من فيديو، بصح دوماج ما حطيته لكمش وبلا مونتاج، بويسك قربوا المناسبات، المولد ان شاء الله راه قريب وكاع، وحنا من عادتنا انه نديروا الرقاق وخاصة التعمير، لانه كل واحد كيفاش يدير طريقة تاع التعمير خاصة من جهتنا. اروح نشوفوا مع بعض كيفاش ندير المرق وكيفاش نديروا في عاداتنا الوصفة تاع التعمير. نبداو بسم الله. بالنسبه للمرق، في كوكوط كبيره نديرو 3 حبات كبار تاع بصل، نديرو معاهم مغرف تاع زبده وشويه تاع زيت، ونخلوها على نار متوسطه باش يتقلى لنا مليح هذاك البصل مع هذيك الزبده والزيت. بعدها نضيفو الدجاج ونخلوه حتى هو يتقلى معاهم. بعدها نضيفو 3 حبات كبار تاع طوماطيس خيروها تكون حمراء باش تجي المرقه تاعكم حمراء. ونضيفو 2 حبات كبار تاع كروطه وربع حبات كبار تاع لفت، لانه المرق تاع الرقاق يبغي اللفت بزاف. ونتبلوهم ملح، فلفل اسود، شويه تاع زعفران، قبضه تاع كرافس، عود قرفه، وقرن تاع حار، و2 ملاعق كبيره تاع طماطم مصبره. وبعدها نسقو ولا نعمرو القدره تاعنا ولا الكوكوطه بالماء. من الافضل تسقوها بالماء يكون سخون، نبلعو عليها ونخلوها حتى طيب لنا هذيك الخضره وهذاك الدجاج. الاولى غير يطيب الدجاج نقلعوه ونخلوه على جهه، ونقطعوا البطاطا حسب الرغبه تاعكم، يعني حسب المقدار اللي بغيتو، ونعاودو نردوها طيب مليح هذيك البطاطا، ونصفوا المرقه تاعنا ونخلو غير الخضره والدجاج فيها وهذاك الحار. دروك اروحو نديرو مع بعض طريقه تاع التعمير. نبداو بسم الله. في ريسيبيون ربع حبه تاع بيض هكا نضربوهم بواسطه شوكه، يعني فرشيطه غير قد اللي نحلوهم. بعدها نضيفو كيلة تاع زبده دايبه، هنايا كانت سخونه، على هذا ما بغيناش نزيدوها للبيض خاطر كون نديروها لها سخونه غادي اوتوماتيكمون يطيب البيض، على هادنا بردناها غير شويه بالحليب. تما نحتاجو كيلة تاع زبده دايبه وكيلة تاع حليب، نضربوهم بواسطه شوكه غير باش يتجانسونا مع بعض. بعدها نضيفوا لهم كيلة تاع سكر. هنا ملاحظه، هذا التعمير اللي يجي في الرقاق يعني اللي حنا نديروه يجي حلو عكس تاع البركوكس. ديجاني حاطط لكم فيديو ديطاي على البركوكس، التعمير تاعه مغاير تماما على هذا. نزيدو دروك مجموعه من المكسرات تكونوا قليتوهم وطحنتوهم خاشن، المكسرات اللي عندكم في الدار تاني نخلطوهم معاهم، ونزيدو تاني كميه تاع زبيب. دروك نبداو نتبلو الخليط تاعنا. نديرو الملح، نزيدو فلفل اسود، نزيدو سكنجبير وشويه تاع زعفران وملعقه كبيره تاع قرفه، وتنجمو تاني تضيفو مغرف كبيره تاع راس الحانوت. نخلطو هادو كامل مع بعض. بعدها نبداو نزيدو السميد، استعملت سميد نصف غليظ نديرو شويه. بعدها في الوسط نديرو ملعقه صغيره تاع خميره تاع حلويات. بعدها نزيدو نكملو كما قلت لكم نجمعوها بالسميد، يعني يكون عينكم ميزانكم. الخليط تاعنا ما يكون خفيف ما يكون ثقيل، يعني كيما خليط تاع الكيك، لانه غادي كون تكثروا السميد غادي يجيكم ناشف، و ميم طون لو كان ما تكثروش غادي يجي جاري وما غاديش كاع يطيب لكم. ها ولا الخليط تاعنا كيفاش يجي. بعدها نفرشوا ورق تاع زبده ونحطوا عليه مقدار ولا كميه من هذا الخليط، يعني ما ديروهاش ضربه واحده، ونرولوها كيما نديرو ان بودان. بعدها نديرو من تحت سيلوفان ونلوها بهذه الطريقه، تشدوها بخيط ولا بسيلوفان غير هو
من الجهتين وديروها في كسكاس طفور. وهاي النتيجة بعد ما طاب ونشف نقطعوه دي غونديل. وهاولا امامكم شوفوا الزبيب اللي درناه مكسرات يجي رائع، يجي بزاف بزاف بنين. كما قلت لكم هذه الطريقة احنا نديروها يعني في عاداتنا في الدار، نديروها مع الرقاق يعني ما تجيش مع البركوكس. فهمتكم باللي البركوكس يجي مالح، وديجا كنا درنا فيديو كامل مفصل على البركوكس تاع الغرب ولا طريقتي انا كيفاش ندير البركوكس مع التعمير تاعه. هاولا نحطوا الرقاق تاعنا هو الاول يعني العجينه اللي كنا وجدناها من قبل، بعدها نستفوا هكا الخضره. واكيد لازم الحمص كنت مطيباته ديجا من قبل، نجبده فقط مجمد ندوبه في ماء سخون، بعدها نغلي فيه شويه مرقه باش يعطي الذوق تاعها، ونستفوا التعمير تاعنا فوق هذاك الرقاق. كآخر لمسة رشة تاع فلفل أسود من الفوق ونقدموه مع الحار اللي طيبناه فيه. وهذه الطريقة تاع اللي نغطو ورقة هكا من الفوق مين نبغو نمدوه الجوارين ولا دائما نغطو بورقة من هذاك الرقاق ونمدوها، ومام تاني مين نبغو نحطو هكا الرقاق ونديرو فوقه ورقة كبيرة نغطو بها كامل هذاك الطبسي. يعني هذه عادتنا اللي نديروها. هاي المرق تاعنا بعد ما طاب. فقط ملاحظة أخيرة بالنسبة لهذاك الدجاج اللي طاب في المرق، تنجمو تدهنوه كامل بالسمن وتدخلوه للفرن، تشعلوا عليه من الفوق غير يتحمر لكم باش يدي اللون الذهبي. هذا اللي ما يبغيش الدجاج يكون ابيض في الحطة، هذه يعني مرحلة اختيارية. وتقدموه بالصحة والعافية. ان شاء الله نكون افدتكم ولو قليلا في هذا الفيديو. انا على بالي هاد الفيديو راهم راني روطار كيما نقولوا هادو راهم مو قاع نديرهم لكم كاع في شحال، بس على غالب كل واحد ودوره فهم. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تاكلوه بالصحة والعافية. ما تنسوش تدعونا، تهلوا لي في رواحكم، موت عليكم خوخاتي.